تعالوا خلونا نتناقش عن خبر تنحي بيريز من رئاسة ريال مدريد. أمس طلع هذا الخبر أن احتمال في 2026 خلاص بيريز راح يتنحى رغم أن ولايته تستمر ل 2028. خبر غريب وصادم. قلت أنا في الفيديو السابق قلت يمكن مشاكل جسدية، مريض كبير الريال، بس اليوم قاعد أفكر فيها بمنطق. يا أخي حتى لو مريض يا أخوي يستمر. ريال مدريد يمر في مرحلة انتقالية، مدرب جديد، لعيبة جدد، كل شيء جديد، طموح جديد عند ريال مدريد. فليش يا بيريز يقدم استقالته؟ ليش ما يكون الموضوع متعلق في فكرة بيريز يوم طرح الأسبوع الماضي أنه يخصص جزء من ملكية ريال مدريد من 5 إلى 10% للاستثمار. كلنا نعرف أن ريال مدريد مساهمة عامة ل100,000 عضو، يعتبر ملكية عامة للمدريديين. بيريز طلع قبل أسبوع يتكلم أنه يفكر يخصص من 5 إلى 10% من أسهم النادي للاستثمار. ليش ما يفكر أنه هو اللي يستثمرها؟ فلهذا فكر أنه يستقيل كمنصب رئيس ويشتري هذه الحصة ويستثمرها.